واحدة عاهرة أحرقت المصحف، ما بش معاها مهرة فارغة، ما بش معاها أولاد ولا زوج ولا بيت تنظف وتكنس، ما بش معاها مهرة، تشي ليكات تشي تشتهر أحرقت المصحف. هكذا اليهود والنصارى الكفار، هكذا إذا يشتوا ليكات أو يشتهروا ينبعوا فوق الإسلام، لأنهم دارين أن المسلمين ما بش أي ردة فعل، يسبوا النبي، يحرقوا المصحف، يقتلوا المستضعفين في غزة، نساء أطفال يحاصروا، ما بش أي ردة فعل. فلذلك أي واحد يشتهر من الكفار يحرق المصحف، يسب النبي، يقتل له واحد من غزة عشان يشتهر، والمسلمين وينهم؟ راقدين. أحرقوا المصاحف، سبوا النبي، قتلوا غزة، ما بش أي ردة فعل من المسلمين. أقل شيء الدول تقطع العلاقات بينها وبين هذه الدول التي بتحرق المصاحف تسب النبي، قطع العلاقات التجارية الدبلوماسية. بالعكس الدول العربية تزيد تشبك العلاقة مع أي دولة تحرق مصحف تسب النبي، العرب يزيد يشبكوا العلاقات ويشتروا هذه المنتجات حق هذه الدولة. مداعسة المسلمين للأسف هؤلاء اليهود الصهاينة والنصارى والكفار بيستخفوا بالإسلام، بيستخفوا بمقدساتنا، أولها الأقصى الذي اليهود يشلوا الأقصى وغزة وما بش أي ردة فعل، والناس راقدين، حرقوا المصاحف، سبوا النبي. أي احنا عاد تصحوا بعد هذا كله؟ ما قد صحيتوا يا مسلمين؟ أي احنا عاد تصحوا؟ رسالتنا إلى الشعوب العربية: اغضبوا لله، اغضبوا لرسول الله، اغضبوا للقرآن، اغضبوا لدينكم، اغضبوا للمستضعفين في قطاع غزة. حكوماتكم راضية بحرق المصحف، بسب النبي، بقتل المستضعفين في غزة، حكوماتكم راضية. الشعوب تحركوا، العذاب يشمل الحكومات والشعوب الذي ساكته على كل ما بيحصل من إهانة للإسلام والمسلمين. المشايخ والعلماء، إذا في واحد من بعض الشيعة يسب الصحابة يطلع ترند المشايخ فوق المنابر: سبابين الصحابة الكفرة الفجر، ويكفروا ويحلوا دمه لأنه سب واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، يكفروا ويخرجوا من الإسلام والمجوس الروافض. وعندما يسبوا هؤلاء الكفار النبي ويحرقوا المصحف ويقتلوا أبناء غزة، ما نشاهد شيخ أو عالم يتكلم أو يفتي ويطالب من الشعب الذي بيتبعه، لأنه شيخ قدوة، المفروض أنه يحرض المؤمنين على المسيرات، على أنهم يضغطوا على الدول بمقاطعة العلاقات مع هذه الدول اللي تحرق المصاحف بتسب النبي. ولكن المشايخ لو واحد سب الصحابة ولا واحد أنكر حديث في بعض الكتب، لو ينكر حديث لا يحلوا دمه. وعندما واحد يحرق المصحف الكريم، المشايخ راقدين. المشايخ أهم شيء المسواك يا مشايخ، تمسوكوا سوا. وفي الأخير رسالتي إلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم: اغضبوا لإحراق المصحف الكريم، صيحوا، تغريدات، فيديوهات، منشورات، مسيرات، مظاهرات، اضغطوا على الحكام بقطع العلاقة مع هذه الدول. إذا إحراق المصحف ما أثرش فيك، أقسم بالله لو يحرقوا عيالك، لو يحرقوا عالك وعرضك أمام عينك ما عاد تتأثرش، ما دام أحرقوا القرآن وما أثرش فيك الذي هو أعظم من أنهم يحرقوا القرآن الكريم كلام الله. يعني ما عاد إحنا عايشين إلا علشان ديننا وإسلامنا وعارنا وعرضنا. إذا أهم شيء في حياتنا هو القرآن الكريم تم إحراقه وما تأثرت، إذا لا أنت مسلم ولا فيك غيرة ولا نخوة ولا دين ولا قبيلة ولا إنهم يحرقوا المصحف ما تأثرش. لو يحرقوا بيتك وعيالك وأسرتك ما بش فيك غيرة على كتاب الله، يعني ما بش فيك غيرة على عارك وعرضك وأهلك وأسرتك وأمك وعارك، يلعن عاركم إذا ما تحركتوا وناصرتوا كتاب الله وناصرتوا الإسلام والمسلمين.